يا صباح الورد والفل والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب، اللهم امين. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى فيديو جميل جدا جدا، من احب الفيديوهات على قلبي في القناه. طبعا انا مبدئيا كده يعني ساعات كتير ما بحبش انزل الفيديوهات دي، ولو نزلتها بنزلها بعد ما نكون وزعناها بشهر، باكتر باقل، على حسب يعني، لان ببقى اتراجع ان انا انزلها. بس اللي بيخليني انزلها بامانة ربنا ان بجد ممكن حد يشوفني وانا اخد الصواب، وممكن حد يعمل ويتشجع، وفي نفس الوقت برضو انا اخد الصواب. اول حاجة احنا جبنا 6 كيلو ونص لحمة، هنعمل نوعين من الوجبات. شطفنا اللحمة شطفة، جهزنا بصل وفلفل وطماطم، حبهان وفلفل اسمر وورق غار وقرفة خشب، وهنحط اللحمة على النار كده نديها صدمة الاول. بعد كده نحط الاضافات دي كلها عليها، بعد كده نغطيها ونحط نقطتين بلح، اي بلح موجودة عندك تحطي نقطتين، وتحطي معلقة سكر صغيرة. على دول هنعمل 3 كيلو ونص لحمة قطع، ونغطيها ونسويها في عرقها. ده بقى الاطباق. انا ما برضاش اجيب فل في الاغلبيه، لان الفل بصراحه بيتكسر من ابني وهو بيوزع وبيبهدله يعني. فالامان بنجيب ده، حتى هو بيبقى غالي شويه مش مشكله. وجبنا كمان اول مره طبعا اوزع فاكهه، كنا بنوزع وجبات، بس جبنا 10 كيلو فاكهه، 10 كيلو موز قصدي، وجبنا قفص جوافة من السوق بتاعنا كده طازة زي ما انتوا شايفين. طبعا مبدئيا كده انا ابتديت، كان نفسي جدا جدا من زمان قوي ان انا اعمل حاجة لله، واعمل وجبات غير اللي احنا بنعمله، اللي هو العادي اللي اي حد ممكن يقدر يعمله على قد ما قدرته، اللي هي الفلوس، اي حاجة صدقة، اي حاجة. بدأت انا بحوالي 16 وجبة بصراحة، ووزعتهم. انا كنت على المقابر وزعتهم تقريبا، انا مصورة معاكم قبل كده. وهنا الولاد طبعا كانوا بيعملوا معانا، بنخليهم يشاركوا معانا كده، ربنا يجعلهم ذرية صالحة. وهنا الكفتة كنت بسويها، وهنا الرز بشعرية، عملنا حوالي 8 كيلو رز بشعرية. هو الموضوع كبر مننا بصراحة، وعشان اول مرة نعمل الكمية دي فهو كبر مننا شوية، رغم ان احنا عاملين حسابات ورقة وقلم والكلام ده كله. فابتديت لوحدي، وبعد كده واحدة جارتي حبيبتي صديقتي لما عرفت ان انا بعمل، ابتديت اعمل انا وهي. بعدها بشوية دخلت اختها معانا. بعدها بشوية لقيت واحدة صديقتها تانية في الشغل قالت لها سلفتي عايزة تعمل، وسلفتي برا مصر وايه، وعايزة اعمل اللي هي المرة دي بقى. بصراحة كانت حاطة مبلغ كبير، فانا حطيت على قد ما اقدر، طبعا مقدرتي، وصديقتي على قد ما تقدر، واختها. لكن اللي هي بره مصر دي حاطه مبلغ كبير بصراحه. فهي كمان يعني مش اشترطت، هي اقترحت علينا ان احنا نعمل فاكهه مع الاطباق دي. فانا هنا عملت لحمه وكفته. ليه عملت لحمه وكفته وما عملتش لحمه وريحت دماغي، او عملت كفته وريحت دماغي؟ احنا بنوزع الوجبات دي على البيوت، على الناس المحتاجين. ففي اطفال بتبقى في البيوت دي غير الناس الكبار، فانا حبيت افرح الاطفال واعمل لهم الكفته. انا عارفه ان الاطفال كلها بتحب الكفته، واللحمه للناس الكبار. خلاص كده. طبعا انا كنت بعبي دلوقتي انا وجارتي، وطبعا هي كانت ايدها في ايدي في كل حاجه بصراحه. واليوم ده بالذات يعني ساعدتني جامد. انا اصلا كنت في دور تعب شديد لسه طالعه منه، وكنت مرهقه جدا، بس هي ساعدتني جامد، كتر خيرها. وهنا عبينا الفاكهة زي ما انتوا شايفين. انا هنا الفاكهة وزعها ازاي؟ هعمل كل بيت، انا قلت لابني هو اللي هيوزعها. ابني كان يعني ماشي مع شيخ، ربنا يصلح احواله يا رب، عارف الاماكن اللي كان بيوزع، بيعمل خير معاه يعني، بيوزع وجبات في رمضان وكراتين ولحمة في عيد الاضحى والكلام ده. فابني عارف البيوت عني انا. فانا خليت ابني وجبنا له توك توك، وخليته هو واتنين زمايله او 3 اخدوا الحاجات دي في اكياس وراحوا ودوها للناس المستحقة. قال لي يا ماما بأمانة ربنا ما فيش حد اخد طبق الا كان مستحق. ودي احلى حاجة يعني استفدناها من الشيخ كمان، ان احنا عرفنا الناس اللي محتاجة في البلد هي مين. هنا كانت اول دفعة وجبات، وكان لسه في كفتة في الفرن كمان. احنا عملنا حوالي 70 طبق. فانا قلت له يا حبيبي، البيت اللي تلاقي فيه 5 افراد ادوله طبقين فاكهة مع ال5 وجبات.
البيت اللي تلاقي فيه فردين دول وجبتين مع طبق فاكهة. فاهمين قصدي؟ ظبطناها يعني. الفاكهة كمان اتبقت كتير ورجع اخدها في كيس وراح وزعها لوحدها في مكان تاني. خلاص كده. زي ما بنسمع كتير اللقمة بتزيل النقمة او نقمة، زي ما يعني ما اقدرش اجزم هي بتتقال ازاي، النقمة تقريبا. فدي حاجة حلوة جدا. حتى لو انتي ما معاكيش فلوس، معاكي حاجة كل قليلة، ممكن وانتي طبخة لولادك اتبقى طبق او تعملي حسابك في طبق زيادة وتاخديه توديه لأي فرد، سواء انتي في مدينة توديه لعامل في الشوارع، او في قرية في ارياف عندنا تروح لست عجوزة كبيرة محتاجة توديها. والله العظيم عايزة اقول لكم، اقسم بالله ابني بيحكي لي بقول لي يا ماما من غير ذكري انا دخلت على ست عجوزة، مش عايزة اقولك كانت بتغدى ايه يا ماما، ولما دخلت عليها بحاجة زي كده فرحت فرح الدنيا وقعدت تدعي له دعاء، يعني ربنا يجعله من نصيبه يا رب، اللهم امين، ويجعله من نصيب الست اللي حطت المبلغ الكبير ده. فالحاجات دي اتكلفت حوالي عدت 2000 وكام، دخلت في حوالي 3000 بأمانة يعني. بس كانت كتير. انا بقول لكم ليه المبلغ، علشان حتى لو انت مثلا حابه ان انت تجيبي وجبات من المطاعم مثلا وتوزعيها، ده على حسب مقدرتك طبعا. لا، انت لما تجيبي الحاجه في البيت وتعملي الحاجه في قلب بيتك وتخرج من بيتك، دي في حد ذاتها يعني فضل وخير وحاجه عظيمه جدا عند ربنا. في نفس الوقت لما انت تعملي مجهود وكمان تطلعي، هتفرط معاكي كتير جدا، هتوفر معاكي وهتزيد. زي ما انا عملت الكفته، لان الكفته بتفرط اطباق كتير يعني. فاهمين قصدي؟ هقولكوا برضو كام طبق. 3 كيلو كفته عملوا لنا 40 صبع، 3 كيلو لحمه مفرومه عملوا لنا 40 صبع كفته. انتوا متخيلين 3 كيلو لحمه ب750 جنيه في حوالي 40 طبق؟ ما شاء الله. بس انا بوزن قطعة اللحمة قبل ما اصبحها، لازم كل القطع تبقى متساوية، علشان لا تعملي واحد كبير ولا واحد صغير ولا الكلام ده كله. بكده انت هتعملي كله ميزان واحد بالحلال كده، وفي نفس الوقت هيعمل معاك عدد كبير جدا. 3 كيلو ونص لحمة عملوا معايا كام طبق؟ بصراحة عملوا معايا حوالي 32 طبق وجبات. خلاص كده. وانا في اليوم ده طبعا يا اما ببقى مزودة حاجة من عندي، علشان طبعا انا مش هرجع اطبخ لنفسي ولا جارتي هترجع تطبخ لنفسها، فبناخد بقى من الوجبات دي، بنبقى مزودين لنفسنا كل واحدة تقريبا نص كيلو لحمة، او مزودين فلوس عن اللي احنا ناويين نطلعها، وبناخد اطباق من الوجبات دي للغدا بتاعنا. يعني احنا وزعنا حوالي 70 او حاجة و68 او 67 تقريبا، واخدنا الاطباق اللي هي اللي فوق بقى، اللي هي حوالي 4 اطباق او 8 اطباق لينا كافراد برضو. فاهمين قصدي؟ فالكفتة لا بتفرق كتير جدا، وانا اصريت اعمل كفتة عشان الاطفال وعشان العدد كمان، لان 3 كيلو ونص لحمة عملوا لي 32 طبق بس. انتوا فاهمين قصدي؟ لكن 3 كيلو لحمة مفروم عمل لي 40 طبق كفتة. هي دي الفكرة. فاهمين قصدي؟ والفاكهة ما كلفتش كتير برضو. الفاكهة دي كلها على بعضها كلفت حوالي 400 جنيه. الموز 220 تقريبا، وصندوق الجوافة ب180 جنيه. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ويا رب يا رب يجعله في ميزان حسناتنا، وان شاء الله تكونوا شجعتوا وتعملوا حتى لو طبق او طبقين على حسب مقدرتكم، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم برضو. وطبعا هنا كانت السلطة خلصت، وعملنا شرايح كده طماطم وخيار على اساس برضو نودي في الاطباق سلطة ما تبقاش فاضية برضو. وكده الفيديو بتاعنا انتهى. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.